بما اننا قربنا على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. احفظي بقى الفيديو ده عندك، هتعملي فطاير تجنن للسحور. يلا بينا نسمي الله. وهاتي البولة بتاعتك وانزلي فيها بكوباية مية دافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، وكمان ربع كوباية من الزيت والبيضة. هاخد البياض بس والصفار هركنه على جنب، وهنزل بمعلقة كبيرة من الخل ورشة فانيليا. هقلب كل المكونات دي مع بعض حلوة قوي، وبعد كده هنزل عليها باربع كوبايات من الدقيق. بعجنها ما بتاخدش معايا وقت خالص. بلم العجينه بتاعتي بالشكل ده، بتبقى ملزقه شويه، بفضل اعجن فيها مش اقل من 5-6 دقايق، لغايه لما تبقى عجينه عندي طريه ولينه ومش بتلزق في الايد بالشكل ده. البوله بتاعتي فيها مسحه زيت، وابدا انزل بالعجينه واغطيها واسيبها عندي تختمر. طبعا زي ما انتم عارفين الصيف بيفرق عن الشتاء في الاختمار بتاعنا. بعد كده بعد ما اختمرت معايا اخدت حوالي نص ساعه، هبدا ان انا اكورها كور صغيره بالشكل ده. انا النهارده الفطيره بتاعتي هتبقى كورتين مع بعض، يعني مش الكوره هتبقى فطيره، لا الكورتين هيبقوا فطيره. هجيب اول كوره بفردها بالشكل ده، وتاني واحده كمان هفردها بنفس الطريقه بالظبط. وهجيب بقى القطاعه بتاعتي او السكينه اللي متاحه عندك، وهبدا اعمل فيها فتحات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده بمنتهى السهوله. هبدا اجيب بقى الفطيره التانية، احطها بالشكل ده كده الاتنين على بعض، هبدا اثبتهم وانزل عليهم بحشو الجبنه، وتقدري تحشي اي حشو انت عاوزاه، حلو او حادق. بالشكل ده تقدري تعملي فطايرك بمنتهى السهوله، بتطلع تجنن تجنن، مش قادره اوصفلك حلاوتها. تنزلي عليها بحشو الجبنه بقى، ويا سلام بقى لو جبنه قديمه بتبقى تحفه وتجنن. بخلص الفطاير بتاعتي كلها بنفس الطريقه زي ما قلت لك، كل اتنين هيعملوا معاكي فطيره. حشو الجبنه معاها طعمه حلو قوي، وزي ما قلت لك احتفظي بالفيديو ده هينفعك لرمضان ان شاء الله. هنا رصيتها في الصينيه بتاعتي مدهونه زيت. هبدا كده بقى بصفار البيض عليه رشه فانيليا ومعلقه لبن، وهبدا ان انا ادهن الوش بالشكل ده كده، وهسيبها ترتاح عندي كمان حوالي ربع ساعه. الفرن عندي بيبقى سخن على اعلى درجه 220. بدخلها الفرن ما بتاخدش معايا بالظبط 10 دقايق في الفرن. اول ما بتاخد لون من تحت بطفي عليها من تحت، افتح الشوايه الوش ياخد لون معايا. اول ما اطلعها من الفرن بغطيها بفوطه مبلوله وعليها كيس تلاجة بالشكل ده كده، وبعد كده بالظبط 5 دقايق. بصي بقى الفطاير مفيش احلى من كده، هشه هشاشه ما حصلتش. عجينتنا النهارده من اروع واحلى العجاين اللي انت ممكن تعملي منها احلى فطاير، تجنن وحلوه جدا جدا. حاجه اسفنجيه كده، خفيفه جدا جدا، طعمها تحفه، وزي ما قلت لك تنفع معاكي بحشوات كتيره قوي. فيديو حلو قوي احتفظي بيه عندك ان شاء الله، هتحتاجيه الفتره اللي جايه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد، وطبعا ننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واعملي شير للفيديو على الصفحه عندك علشان لما تحتاجيه ترجعي له تاني. وان شاء الله مستمرين مع بعض في وصفات تجنن.